مش كل تعب تعب حقيقي، في تعب شكله إرهاق بس هو في الحقيقة كسل متخفي. تصحى كل يوم تقول مش قادر، مش النهاردة، بكرة. مرة ورا مرة قرار يتأجل والبداية تتهرب. مع التأجيل الحلم بيبرد والطموح بيموت بهدوء. تنام أكتر، تضيع وقت أكتر، تستغرب ليه مفيش نتيجة. ربنا قال وقال ليس للإنسان إلا ما يسعى، يعني اللي ما يسعاش ما يستناش. النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. انت كل يوم بتقول بعدين، ده اسمه عجز متغلب بتعب. لو تعبان بجد ارتاح، لكن لو مفيش سبب واضح راجع نفسك. ابدأ بخطوة صغيرة حتى لو من غير حماس. ربنا قال إذا فرغت فانصب، يعني لما تخلص مهمة ما توقفش، ابدأ في اللي بعدها. ما تستناش الحماس يجي الأول، ابدأ بالحركة والشعور بالحماس هيجي بعدها. اسأل نفسك بصدق، أنا مرهق ولا بتهرب؟ ده كان مجرد رأي يمكن يفوقك قبل ما الوقت يفوت. وأنا هنا بتكلم عن الوعي الحقيقي. لو أنت مهتم اشترك في القناة.